اهلا بيكم متابعي كورة بوكس، فيديو جديد، لقاء يتجدد بحضراتكم. النهاردة معانا تفصيلات مهمة عن مصطفى العش، تفصيلات فنية، تفصيلات تحليلية، تفصيلات رقمية، وهنقول لحضراتكم وهنشرح لكم ليه مصطفى العش نال ثقة كولر مبكرا، وليه الاهلي هنرجع ونأكد تاني. وهحط لكم لينك الفيديو ده في الوصف تحت. للاهلي انهى التعاقد الرسمي والنهائي مع زد بشأن مصطفى العش. مصطفى العش لاعب مش معار للأهلي، هو على الورق هو معار، لكن الأهلي خلاص خلص عملية شرائه، وفي آخر الموسم هيكون موجود مع الأهلي، وده كلام مؤكد 100% وعلى مسؤوليتنا الشخصية. تعالوا بقى ندخل في كلام مهم عن مصطفى العش نفسه، وازاي بقى يعني من اللعيبة اللي خدت ثقة كولر. هو لعب مع الأهلي 3 ماتشات وشارك في مركزين، الباك ليفت وقلب الدفاع. خليني اقول لكم ان فعلا مصطفى العش قدم اوراق اعتماده في اول 3 مباريات مع الاهلي. هو الولد متميز جدا ان هو قوي دفاعيا. الولد قوي دفاعيا، هو مش مجرد ان هو قلب دفاع، لا هو قوي دفاعيا، بيجيد التعاون مع الكرات العاليه، بيجيد التعاون مع الالتحامات، وعنده ممتاز في الصراعات البدنيه، بيلعب بقدمه اليسرى طبعا، وديت عملة نادرة في اللاعب المدافع تحديدا. يعني انت كان عندك ايمن اشرف، بس المدافع اللي كان بيلعب برجليه الشمال، ده خلى كيروش يستخدم ايمن اشرف نص الملعب، لان هو بيحتاج لعيب نص ملعب بيلعب برجليه الشمال. يعني اللعيب اللي بيلعب برجليه الشمال بيحل مشاكل كتير للمدرب، لانه تلقائيا بيلعب باك ليفت على طول. هو بيجيد في مركز الظهير الايسر مصطفى العش، ولكن اجاده اكبر في الناحيه الدفاعيه مش الهجوميه، لان هو بيعتمد على القوة البدنية، مش بيعتمد على الاختراقات والمهارة، وبشكل يعني ده بشكل عام. يعني هو بيعتمد على القوة البدنية، زي بالظبط الاسيست اللي هو عمله لامام عاشور في ماتش بتروجيت، برضه جاب الكورة وبقوة يعني هو لعيب بدني عالي جدا، وبشكل عام هو ممرر جيد، هو لعيب ممرر جيد. على الرغم ان هو عنده ميس باص مع الاهلي في الماتشات اللي هو لعبها، لكن بشكل عام هو لعيب ممرر جيد، ولذلك كولر بيديله تعليمات ان هو يمرر اللي قدامه ويكسر الخطوط، لان هو ممرر جيد، ومع الوقت ده هو هيبدأ يكتسب الثقة دي مع الاهلي. خليني اقول لكم قبل ما ينضم الاهلي بقى مصطفى العش عمل ايه. لعب 9 مباريات مع زد اساسي، نسبة مشاركة 100% في الدوري. برضو في نقطة سلبية الحقيقة في مصطفى العش، نقطة سلبية مهمة، ان هو مش بيجيد النواحي الهجومية، هو مش هداف. يعني هو مش هيطلع قدام يجيب لك كرة براسه. وحتى لو حضراتكم تفتكروا ماتش مودرن سبورت، الكرة جات له سهلة جدا قدام مرمى جنش، وضيعها في مرة واتنين بسهولة. يعني هو مش هداف، ما بيعرفش يجيب جول، مش بيسدد مع انه اشول، بس هو مش بيسدد من بره المنطقه، مش بيجي يتعامل مع ضربات الراس والمواقف الهجوميه داخل منطقه الجزاء بشكل عام. يعني انت مدافع مش هتنتظر منه اهداف. خليني اقول لكم ان هو مدافع مش هتنتظر منه اهداف. نسبه تمريراته الصحيحه 77%. يعني خليني اقول لكم ان كل 4 تمريرات مثلا فيهم منهم 3 صح وواحده غلط. نسبة لحد ما كويسة. يعني نسبة لحد ما كويسة، ودي نسبة بتوضح هو ليه انا قلت عليه ان هو ممرر جيد بشكل عام. هو مش لعيب مراوغات، يعني ما تنزلش منه هو يعدي 1 على 1 والكلام ده، او يعدي بطريقة حلوة من زي عبد المنعم كده. لا هو مش في القصة دي. هو شبه اكتر بروفايل، شبه اكتر ياسر ابراهيم، مش شبه حتى رامي ربيعة، ومش شبه محمد عبد المنعم، هو شبه اكتر ياسر ابراهيم. يعني انا بحب ان انا اوضح لكم بشكل عام اللعيب، يعني ده بناء على ارقام ليه وتحليلات فريق العمل اشتغل عليها بشكل عام، فبنوضح لكم يعني حاجه ممكن تفيدكم في نظرتكم للعيب. برضه مصطفى العش رغم ان هو لعيب قوي بدني ومش عارف ايه، هو مش لعيب عنيف، ما بياخدش بطاقات صفراء. يعني اول موسم ما خدش تقريبا ولا كارت مع زد، وبرضه مع الاهلي نفس الموضوع. فبالتالي هو مش لعيب عنيف، هو مش لعيب عنيف. يعني حتى لو خد كارت او كارتين بشكل عام في الفترة ديت، لكن هو مش لعيب، مش بياخد انذارات كتير. في عندنا لعيبة في قلب الدفاع وفي نص الملعب لازم كل ماتش تخرج بانذار. يعني طاهر محمد طاهر خد 3 انذارات اللي هو كان وينج في اول 3 ماتشات الاهلي، وتوقف الماتش الرابع. حاجة صعبة جدا يعني. دي كانت نظرة عامة لمصطفى العش، الحاجات الإيجابية والحاجة السلبية ألقينا النظرة عليها، زي مثلا عدم الإجادة النواحي الهجومية، وده تحليل كامل لمصطفى العش. يا رب يفيدكم، وأشوفكم فيديو جديد، وصباحكم مساءكم زي الفل.